ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل لوك ميك اب كده مع بعض، سهل وبسيط لاي بنوته مش محترفه في المكياج. انا هقولك على خطوات سهله قوي تخليكي تطلعيه بيرفكت. اول حاجه طبعا لازم ترطيب الوش باي كريم مرطب تفضليه، وترطيب تحت العين بكريم خاص ليه. انا استخدمت هنا كريم من لوريال. الكريم ده انا بحبه قوي لانه بيرطب كويس جدا تحت العين. وبعدين جبت الكونسيلر من مايت سينما، وهبدأ ان انا احط نقطة صغيرة منه فوق العين علشان هو يعني القليل منه يكفي. هبدأ ان انا ادمجه فوق عيني علشان لما احط الاي شادو يبقى البيجمنت بتاعه عالي. وبعدين جبت مسكرة الحواجب عشان اسرح حواجبي بحيث انها ما تبقاش يعني ملخبطة كده، تبقى متساوية. ولما اجي احط عليها القلم بتاع الحواجب يثبت فيها على طول ويكون شكله كويس ومتساوي. وهنا جبت قلم الحواجب جليمر ستيك من ايفون، لونه دارك براون. هبدأ ان انا احدد بيه حواجبي من فوق ومن تحت، والشعر اللي في النص ده هرسمه على فوق شعرة بشعرة. ونفس الحكاية مع الحاجب التاني. وبعدين هستخدم باليت الاي شادو من لارين. انا كنت قلت لكم اني لسه جايباها جديد وهعمل لكم ريفيو عنها، هنجربها مع بعض. هاخد الدرجة الفاتحة اللي فوق دي واحطها تحت حاجبي. انا عايزه اللوك النهارده يبقى جاي على بنيات، فهاخد اللون الاورنج ده احطه تحت اللون الابيض اللي انا حطيته على طول فوق الجفن اللي بيتحرك. هاجي بالفرشه كده وافضل رايحه جايه بيه علشان يبقى عامل شبه الدايره. وبعدين هاخد اللون البني الفاتح اللي تحت وابدا ان انا احطه على الجفن المتحرك. وبعدين هاخد اللون البني الغامق وهاخد الفرشة دي المبططة وابدأ اني اخد منه حبة واطلع من الجنب خط كده علشان هي دي هتكون الرسمة بتاعتي بتاعة الاي شادو. انا هحاول ان ما يطلعش الاي شادو بره منها خالص، وهاجي اجرها كده من بره من على الحرف لغاية فوق الجفن العلوي بتاعي، وهروح مالية بيها فوق عينيا الحتة اللي فوق الرموش على طول. وانتي بتحطي الاي شادو ما تخافيش من اي حاجه انها تبوظ منك، اي حاجه ممكن انها تتعدل عادي خالص. بعد ما حطيته معاكو جيت تاني بنفس الفرشه دي وبدات ان انا اظبطه بحيث انه يكون شكله شبه المثلث من بره. وبعدين في اللون الاورنج دوت فيه نسبه جليتر، هبدا ان انا احطه فوق عينيا بالفرشه. هو على فكره في العادي عندي اللون باين، لكن عندكم في الفيديو مش باين قوي علشان الاضاءه بتاعه الرينج لايت. فانا هاخد بعد كده بصبعي وابدا ان انا احطه بايدي. بيتهيالي لما بدأت احطه بايدي هيبقى اللون باين شوية قدامكم. طبعا هو اللون اعلى عندي هنا، بس يعني بالتجربة دي ان هو لما بيتحط بالصوابع بيبقى البيجمنت بتاعه اعلى من الفرشة. بعد ما وصلت للمرحلة دي هبدأ ان انا انضف تحت الخط بتاع الاي شادو اللي في الجنب. انا جبت قطنة وحطيت فيها مزيل ميك اب وبدأت ان انا امسح بالراحة خالص اي زيادات كانت مش مظبوطة علشان تخلي شكل الاي شادو في الاخر يكون كويس. وبعدين جبت برضو الكونسيلر من مايت سينما وهبدأ اني احط نقط خفيفة تحت العين علشان لما بنكتر منه بيخلي زي ما يكون فيه عجز كده، بيبين الخطوط. انا في خطوط كتير تحت عيني فهو بيبينها ازيد مش بيداريها، فهو نقطة منه بس كفاية. وهبدأ اني ادمجه بالبيوتي بلندر. وبعدين هعمل كونتور لمنطقة الأنف، ببدأ ان انا اشد كده خط من فوق من عند الحاجب لغاية اخر المناخير من الناحيتين، والحتة العظمة اللي في النص دي كمان بلونها معاهم باللون البني. ده بيخلي المناخير ترفع شوية وتكون شكلها أطول. وبعدين هدمجه بصوابعي وبعدين بالبيوتي بلندر. ليه بعمله بصوابعي؟ علشان يكون سهل في الدمج، أسرع من البيوتي بلندر.
ودلوقتي جبت كريم الاساس من مايت سينما، وهبدا اخد منه نقطه صغيره على البيوتي بلندر. طبعا البيوتي بلندر دي مغسوله ومعصوره كويس، يعني تكون منديه علشان تخلي الفرد بتاعها للمكياج يكون اسهل، وما تشربش في نفس الوقت كميه كبيره من كريم الاساس. وبعدين هثبت كل ده بلوز باودر، وانا استخدمت هنا لوز باودر من MN، بس برضو ما ناخدش منها كمية كبيرة، يعني القليل منها يكفي. يدوب بس بنثبت الكريم الاساس مع الكونسيلر، بتحشي هي الخطوط اللي هما بيبقوا عاملينها، فما بتبينهاش بعد كده، وبتثبتهم طبعا علشان ما يتمسحوش. بصوا انا بحط في كل الاماكن اللي بيكون فيها عندي خطوط بتبان مع الحركة او مع الكلام. وبعدين جبت هنا باليت بلاشر من سارة روز، وهبدأ بما ان الميك اب هيكون على البنيات هستخدم لون اورنج، ابدأ اني احطه على عظمة الخد. ليه ضميت بقي هنا؟ علشان العظمة دي تكون بارزة، تقدري ان انتي تحطي عليها البلاشر بسهولة. وبعدين جبت محدد العيون جلامر ستيك من ايفون، جبت الدرجة بتاعته بني دارك براون، هبدأ اني احدد بيه عينيا من تحت. وهنا استخدمت مراية تانية علشان ابقى يعني ظابطة ايدي اكتر، واقدر ان انا اظبط العينين الاتنين زي بعض. معلش لو في اي صوت تاني مع صوتي، علشان ابني بيتفرج على كرتون ومش راضي يطفيه. وبعدين جيت بنفس الفرشة المبططة، الفرشة دي انا ما بستغناش عنها ابدا، هبدأ اني اسيح الكحل اللي حطيته من تحت واطلع بيه على الخط بتاع الاي شادو، بحيث ان هو يعمل لي سحبة ايلاينر مموه من غير ما احط ايلاينر. بصوا بقى التركاية دي هتخلي الاي شادو يروح في حتة تانية. شايفين اللون ده؟ اللون ده زي فوشيا، مش عارفة درجته ايه، موف فاتح، مش عارفة. هاخد برضو بنفس الفرشة دي واحط منه تحت الكحل البني اللي انا عملته، وهسحبه لغاية بره، اخليه يبقى عامل خط تحت الخط بتاع سحبة الاي شادو، يعني يبقى اللونين موجودين فوق بعض. اللون ده بيليق على كل اللوكات اللي انا بعملها، بني او غير بني، وبيخلي شكل المكياج في حتة تانية. ودلوقتي جبت الماسكارا دي من ذا مارك من ايفون، انا بحبها جدا، هي 3 مستويات. انا هحط دلوقتي على المستوى الثالث على طول لاني مش عايزة اركب رموش. التركاية اللي تخلي الرموش بتاعتك تبقى كويسة او تقيلة وطويلة، انك تمشي عليها بطول الفرشة، وبعدين تبدأي ترفعي الرموش بتاعتك على فوق. التركاية دي بتخلي الفرشة تحط بكمية اكبر فيهم، فتخلي ليهم فوليوم اعلى. وطبعا زي ما هعمل من فوق هعمل كمان في الرموش اللي من تحت، وهعمل كده مع العين التانية. انا غيرت لكم الاضاءه هنا علشان الالوان تكون باينه قدامكم شويه، لان الاضاءه يعني مغيراها خالص عن الطبيعه، فدي اقرب حاجه للطبيعه. ودلوقتي جت مرحله الشفايف، وانا جبت القلم محدد الشفايف ده لونه بني، هبدا اني احط من تحت خط الشفايف من تحت، وانا طالعه بطلع على خط الشفايف نفسه، يعني الحته اللي في النص بنحطها من تحت الشفايف، ومن الجناب بمشي على خط الشفايف نفسه. نفس الحكايه من فوق، السبعه بتاعه الشفايف تبقى من فوقها، وانا داخله ادخل على خط الشفايف نفسه. وبعدين جبت الروج ده من ميس ليرين، هي مش لارين، هي ليرين، هي ماركة كده مش معروفة، بس مع الاستخدام بتاعه يعني انا لسه مجرباه دلوقتي بس معاكم في الفيديو، حلو جدا وثابت يعني مش وحش، وهو مات ما فيهوش لمعة. وبعدين جبت الفرشة بتاعة الشفايف دي بتظبط الروج، بتخليه ما يطلعش بره الخطوط بتاعة الشفايف خالص، وبتخليه لو تقيل يتوزع بطريقة حلوة وسهلة. ودلوقتي جت مرحلة الهايلايتر، ده هايلايتر من مايت سينما، هو 4 ألوان كده، أنا بحاول أدارلكم منه الإضاءة بتاعة الرينج لايت علشان الألوان بتاعته تبان. هبدأ إن أحطه في المناطق اللي عايزة أبرزها.
كان في حد قال ان علشان يتحط كويس لازم نحط من السبراي بتاع مثبت المكياج على الفرشة، وبعدين ان احنا نبدأ نحط منه. انا عملت زي ما هي قالت عشان اجرب معاكم. لقيت انه ما عجبنيش قوي بالتركايه دي، يعني ما حبيتش ان الفرشه تكون مبلوله. هو حط، بس ما حبيتش ان انا الفرشه بتاعتي تكون مبلوله، فهستغنى عنها وهجيب الفرشه اللي كنت بحط بيها الباودر وابدا اني احط بيها من غير ما ابلها. انا استخدمت اللون الابيض تحت الحواجب، وهاخد اللون البرونزي ده، هو المفروض للبنات اللي هي السمرة، لكن انا حبيت اني احطه في اللوك بتاعي مع ان انا بيضة عادي، علشان بس انا اللوك بتاعي جاي على لون بني، فحبيت ان هو يكون فيه اللون البرونزاج دوت معاه. بصوا بحاول انحت بالفرشة ازاي علشان تبين اللون، لكن ما عجبتنيش خالص وهي مبلولة كده. جبت اهو الفرشة بتاعة الباودر عادي، وبدأت اني احط بيها. بصوا حطيت على طول، يعني انا عجبني قوي اللون دوت. على فكرة اللون اللي انا حطيته دوت لون زي روز، حبيت ان انا احطه على دقني وعلى مناخيري، بس برضو الطريقة دي ما عجبتنيش قوي، واستخدمت في الاخر صوابعي. بالصوابع بيحط بطريقة احسن، اللون بتاعه بيكون ظاهر اكتر. اديله كام من 10؟ يعني مثلا اديله 6.5 7. هو بيحط والدرجة بتاعته رقيقة وخفيفة، بس مش البيجمنت بتاعه عالي زيادة عن اللزوم، اللي هو ممكن تحطيه في فرح او حاجة محتاج ان انت تحطي منه كذا طبقة فوق بعض. بس للنزول العادي هو حلو جدا، لانه ما فيهوش كمان جليتر، بيلمع لمعة خفيفة كده ما تخليكيش يبقى شكلك اوفر. بس كده كنا خلصنا خلاص اللوك بتاعنا وعدلنا الطرحة. بجد اللوك عجبني جدا المرة دي، بتمنى بجد من ربنا انه يعجبكم. بالت الاي شادو ريحتني قوي 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 المرة دي، انا اول مرة اجربها وفعلا عجبتني، عملت لوك رهيب. الهايلايتر كان رقيق وحلو مش اوفر. كل الحاجات كانت كويسة. الروج ثابت، يعني انا بعد ما حطيته، هو في البداية بيبدأ انه يبقى بيلزق كده شوية وممكن انه يطلع في صوابعي، لكن بعدها بشوية بيثبت مش بيتحرك من مكانه. لونه رقيق وحلو، بجد عجبني جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من البنات، وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم مني كل جديد أول بأول.